اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح التفاؤل، صباح السعاده، صباح الهنا على قلوبكم الجميله. احلى متابعين في الدنيا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وهنا. ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم دايما يا رب. النهارده روتيننا يبقى هنعمل غدا جميل قوي، سريع. لو حد طب عليكي فجأة ممكن تعمليه، بياخدش وقت خالص، في ثواني هتكوني محضرة الغدا بتاعك. هي ساعة بالظبط وتكون جاهزة، هكون مجهزة كل حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتحطي لي تعليق حلو كده عشان تشجعيني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو. خلاص. هنا هو يا بنات، كنت جايبة فرخة ونص معايا اهيت. طبعا بدأت اهوت، غسلتها بملح وخل وليمون. انا هخليها على بعضها النهاردة، مش هقسمها ولا هتبلها وهي مقسومة، ولا هقطعها ولا اي حاجة. النهاردة هعملها على بعضها. دي تشرفك في العزومات طبعا، لو عندك عزومة اعملها بالطريقة دي هتعجبك جدا. ابتدينا نعمل التتبيله اهو. انا غسلتها وحطيتها على جنب اهوت. هنشفها كويس قبل ما احط التتبيله زي ما احنا متعودين. طب خلاص كده يا بنات اهو، زي ما انتم شايفين بدأنا نحط في التتبيله بتاعتنا. حطينا بصله كبيره، قطعتها قطع اهيت. بتجيبي الكبه وتروحي حاطه فيها المكونات كلها عشان ما تتعبيش نفسك. بصله كبيره، وحطينا طماطمتين متوسطين، وطبعا وفلفل حامي او فلفل رومي زي ما تحبي. انا حطيت اتنين، واحد من ده واحد من ده. وعلبة زبادي طبعا عشان طعم الفراخ بتاعتي تبقى طرية من جوه، ما تبقاش ناشفة قوي. وادي البهارات بتاعتنا. بنحط طبعا بابريكا وكاري وشطة وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبهارات فراخ او بهارات مشاوي، تمام. وتحطي معلقتين خل وليمونه معصوره ومعلقتين زيت. ادي التتبيله بتاعتنا. ما تنسيش تحطي علبة الزبادي دي او كوباية الزبادي، بتطر الفراخ معايا في الشوي. يعني بتخليها مشوية من بره حلو، بس اللحم بتاعها طري من جوه وجميل. خلاص كده يا بنات اهوت. بعد ما غسلت الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده، طبعا بتغسليها غسله حلوه وبعدين تنشفيها كويس. انا عامله الفراخ بتاعتي على بعضها المره دي زي ما انتم شايفين كده. يعني عندك فرختين ماشي، عندك فرخه ونص، عندك يعني الكميه اللي انت عايزاها اعمليها. بس التتبيلة يعني على قد ما تزودي الفراخ بتزودي التتبيلة طبعا. خلاص كده هو التتبيله بتاعتي كانت مناسبه جدا، ما بقاش منها حاجه زي ما انتم شايفين كده. بتبلها اهو من تحت الجلد ومن جوه ومن بره، وبتتبلها كلها. هي الفرخه دي كانت معايا اتنين ال 200 جرام ولا حاجه، وادي نص كمان اهو كان معايا. ركناها على جنب بقى ربع ساعه كده على ما احنا نحضر الخضار بتاعي. طبعا قبل ما نبدأ اي حاجة زي ما احنا متعودين يا بنات، بنبدأ نشطب مطبخنا ونخلص كل اللي ورانا عشان ما يبقاش ورانا غير الاكل. والمواعين اللي تطلع من الاكل نغسلها اول باول على ما الاكل يجهز يكمل سواه، يكون احنا غسلنا المواعين وشطبنا المطبخ. دي معلومة يعني. خلاص كده اهو يا بنات، خلصنا اهوت كل حاجة، وبعدين دخلنا على الأكل طبعا. بدأنا نشتغل فيه طبعا واحنا رايقين، مفيش أي حاجة ورانا، مفيش حاجة بتعكننا. مزاجنا رايق. لازما كده حاجة المطبخ تبقى كلها متجهزة عشان الأكل. يا دوبك المواعين اللي تطلع من الأكل نغسلها وخلاص على كده. خلاص كده الخضار بتاعي عبارة عن بطاطساية. نرجع لموضوعنا تاني للبطاطساية. طبعا هحط انا بطاطستين عشان هعمل صينية كبيرة شوية، وهعمل فلفلتين اهوت. طبعا الوان اخضر واحمر. عندك اصفر حطي، يعني اللي انت عايزاه حطيه. حطيت اهو فلفل الوان وحطيت بطاطستين، وادي برضو 3 طماطمات عملتهم برضو. وحطي قرن فلفل حامي لو حابة، برضو بيخلي طعم الصينية بتاعتك رهيب جميل جدا. خلاص اهو بعد ما قطعت الخضار بتاعي طبعا. خلاص اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده، بجيب بقى الصينية واروح حاطة رصة فيها الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا كنت محتارة احطها ازاي الحتة اللي باقية دي، النص فرخة دي. اهو زي ما انتم شايفين كده. وادي التتبيله بتاعتي، انا مش هرميها ولا حاجه، هحط اهوت معلقتين كبار على الخضار بتاعي اتبله عشان ما احطش ملح ولا حاجه. وحطيت طبعا معلقتين زيت زي ما انتم شايفين كده. شكل الخضار شهي وجميل، والصينيه كانت احلى صينيه ممكن تعمليها، جميله جدا جدا وفكره مختلفه وجميله.
خضار مشوي والفراخ مشوية، وكانت رهيبة بصراحة. خلاص كده بقى هبدأ اوزع الخضار بتاعي اهو زي ما انتوا شايفينه، بعد ما تبلته بالتتبيله برضو بتاعه الفراخ. حطيت معلقتين عليه، هنزلهم بقى كده زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسيش طبعا معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم على الخضار. زي ما انت شايفه كده بقى بتبدأي ترص الخضار بتاعك كده في الفراخ برضو اهوت من جوه بحط اهوت. وطبعا حوالين الفراخ كده بتاعتي في الصينيه، بتملي الصينيه بتاعتك يعني. الصينيه اللي معايا ديت الصينيه اللي هي الكبيره بتاعتي، هي اكبر حاجه معايا، اللي هي في الصواني المستطيله ديت. نزلت التتبيله بتاعتها وهي بنات زي ما انتوا شايفينها، برضو كملتها على الخضار. لو مش حابه تنزليها ما تنزلهاش، اكتفي على كده يعني المعلقتين اللي انت حطيتهم على الخضار. بس هي كانت رهيبة، اما تحطيها بتدي طعم احلى للخضار، اما تيجي تغمسي بيه بيبقى جميل ورهيب جدا. حطيت قرن شطة حامية اهوت في نص الفرخية كده زي ما انتوا شايفين، عندي في نص الفراخ اهوت. وادي كده جهزت معايا الصينية، بقت زي العسل معايا. رش شوية زيت على الفراخ طبعا عشان تاخد وش حلو كده. واجيب ورق سلوفان بقى وورق زبدة وترشي وتعمليه كويس جدا. كان معايا فصين توم اهوت، رحت حطاهم برضو في الصينية، بيدوا ريحة حلوة برضو. هبدأ بقى اغلف الصينية بتاعتي بالورق الألمونيوم، او ورق السلوفان، او ورق اللحمة زي ما تقولوا عليه يعني، اهو زي ما انتوا شايفين كده طبعا. بتلفيه لفتين. طبعا لو عندك ورق زبدة حطي تحت الورق الزبدة على الفراخ قبل ما تحطي الورق السلوفان. خلاص كده وهي بنات زي ما انتوا شايفين كده لفيته. طبعا الفرن بتاعي سخن على درجة حرارة اعلى درجة حرارة اللي 250. اول نص ساعة بتبقى درجة الحرارة عالية طبعا. انا محطتش مية خالص، الخضار هينزل ميته. تمام. والتتبيلة طبعا فيها نسبة زيوت وخل، وهتنزل كل ده برضو بصل وطماطم، هتنزل كمية مية جامدة. انا محطتش مية، مش عايزين نحط مية خالص، عايزين الخضار بتاعنا يبقى مشوي. هدخله الفرن اول نص ساعة على درجة حرارة 250، وبعدين تنزلي درجة الحرارة على 200 النص ساعة التانية. طبعا اول ما ياخد خلاص تحسي اللي هي الفراخ استوت معاكي، بتروحي مشغله الشوايه اخر 10 دقايق. هياخد بالظبط معايا ساعه بالظبط. تمام. خلاص كده هبدأ اعمل بقى شويه رز. طبعا رز حبه وحبه. هنحط معلقتين زيت كبار، ونروح حاطين نص كميه الرز بتاعنا، طبعا غسلاه ومصفيه كويس. وتفضلي تشوحي فيه لغايه ما لونه يحمر. تمام. طبعا عشان توحدي لون الرز بتحطي نص معلقة ملح. تمام. للشعرية او للرز بتحطي نص معلقة ملح، بتوحدي اللون يبقى موحد، يبقى احمر موحد. يعني مش احمر قوي، يبقى ذهبي كده يعني. صلى على النبي بقى، اول ما حطيش لايك حطي لي لايك عشان نكمل الفيديو مع بعض. خلاص كده يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا اول ما خد اللون الاحمر رحت نازله بالرز بتاعي الابيض، ببقيه الرز يعني. وبعدين حسيت اللي هو كده مبيض شويه. رحت حاطه شويه شعريه مشوحاهم كويس يعني، محمراهم، ورحت ضايفاهم عليه. بس كده. زودت له الميه اهوت على اخر عقله واحده. بتزودي عقله واحده الميه، الرز المصري بتزوديه عقله واحده. وتظبطي طبعا الملح وتحطي شويه كمون شويه صغيرين خالص، ومكعبين مرق، وعلى كده. وخلاص كده اول ما يغلي معاكي بتهدي النار خالص. نيجي هنا بقى الحله ديت معانا هنا بصلايه هي الكبيره، انا كنت مقطعاها، حطيت معلقتين زيت ورحت نازله بالبصلايه. طبعا اما مقطعاها حتت صغيره اهو زي ما انتوا شايفين. اول ما تدبل معايا او تدخل على اللون الذهبي بتروحي ضايفه على طول فصين توم. فصين توم بس الحته دي ما اتصورتش. فصين توم يا بنات بتهرسوهم كويس وتروحي ضايفاهم. اول ما ريحته تطلع تروحي منزله الصلصه زي ما انتوا شايفين كده. بتنزلي الصلصه. طبعا الصلصه بتاعت الناس اللي متابعيني عارفين ان الصلصه بتبقى جاهزه معايا في الفريزر على طول، بطلعها باخد معلقتين او اخد الكميه اللي انا عايزاها، وخلاص على كده تكون جاهزه معايا. يا دوبك بتنشف بس من الميه بتاعت الفريزر، وخلاص على كده بتكون جاهزه معايا. بتحطي بقى المكعب مرق، وتحطي البهارات بتاعتك اللي انت عايزاها كلها. تمام.
خلاص كده يا بنات اهوت، اول ما خلاص جهزت معايا الصلصه رحت منزله البطاطس طبعا. كنت حابه اعمل شويه بطاطس كده عشان يزينوا السفره بتاعتي برضو، يبقى في خضار مشوي وفي بطاطس برضو، طبيخ بطاطس يعني احمر. الاطفال طبعا بيحبوه ومنستغناش عنه. خلاص كده يا بنات اهوت، لازم تشوحي البطاطس شويه قبل ما تحطي المرقه، ما تحطيش المرقه على طول، وبعدين تزودي المرقه بتاعتك. خلاص كده الاكل جهز معايا اهوت، ما خدش مني ساعه بالظبط. ادي الفراخ بتاعتي مستويه خالص اهيت، بس انا ما حبيتش اقطع الورك بتاعي عشان تدي شكل على السفره جميل كده. وادي الرز بتاعي استوى برضو بقى زي العسل، وادي الطبيخ بتاعي بقى زي السكر، احمر ازاي محمر وجميل. طبعا عشان يحمر معاكي كده لا تحطي بابريكا لا تحطي معلقه صلصه او معجون صلصه، تمام؟ عشان يبقى الطبيخ محمر وادامه حلو كده زي ما انتوا شايفين كده. احلى اكله ممكن تاكليها، حاجه كده جميله. الصينيه دي رهيبه 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 يا بنات، جربوها بالطريقه دي هتعجبك جدا، وقولي لي في التعليقات رايكم. حاجه كده تشرف لو عندك عزومه، يا دوبك تعملي الاكل ويخلص في ثواني وبياخدش وقت خالص. عندك محاشي تضيفها جنبها بقى، وتبقى احلى عزومه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامه، بحبكم في الله.